معلقة واحدة صغيرة ضفتها على الترمس، سوته معايا سوا كهرمان في دقايق مش هتصدقوا. اللهم بارك، الكمية دي كيلو. وهنعمل بقى شوية دقة كده عظمة. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول، وكل سنة وانتم طيبين. نضفت كويس جدا الترمس، اي كده واحدة فاضية واحدة مكسورة بنضفها. هنا بقى بنقعها كده بمية سخنة مغلية. هنقعه في مية سخنة مغلية لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. عايزة تنقعيه من بالليل مفيش مشكلة، بس لو مستعجلة هو بياخد 4 ساعات في النقع في مية مغلية. وهكذا معايا ربع كيلو من الحمص، برضو نقعته كده في مية مغلية وهركنه جنب الترمس. خلاص كده عدى بالظبط 4 ساعات بعد النقع. شايفين ما شاء الله حجمه كده كبر زي ما انتوا شايفين. هاخده بقى على الحوض كده اشطفه كذا شطفة، وجبت كده مية في قلب حلة. شغل بقى النار وهسقط فيه الترمس اللي انا شطفته كده حوالي 3 شطفات، تخليه كده رايق ونضيف. معلقة واحدة صغيرة من السكر في قلب الترمس، واقفل عليه الغطا اكتمه، وهدي النار خالص عليه سهرية لمدة ساعة بالظبط. مش هحط له ملح ولا اي حاجة. ومعايا هنا بقى الحمص اتنقع برضو مع الترمس، شطفته كذا شطفه وحطه في ميه نظيفه. الترمس سوري، الحمص مش بياخد تسويه، اللي هو بالظبط بقى بعد النقع الحلو ده هياخد معايا حوالي ربع ساعه على النار. انا مش حاطه ملح للاتنين خالص. خلاص بعد ساعة بالظبط على نار هادية جدا الترمس استوى معايا سوا كهرمان. طبعا بالنسبة للتسوية على حسب ما بتحبي. في ناس بتحب الترمس كده سواء يعني زايد شوية، في ناس بيحبوه يعني يقطم كده بسيط. انا بحب سواء يكون زيادة شوية. خلاص كده انا صفيته بقى من المية بتاعته في قلب المصفى، واخده بقى كده على الحنفية اشطفه كده حوالي 3 شطفات بالمية الباردة العادية، وهزوده كده ميه ساقعه من الحنفيه. كده جاهز معايا على التمليح. هنا الحمص طبعا كان برد معايا لان استوى قبل الترمس. هضيفه بقى ميكس كده مع بعضه. انا بحب دايما اضيف الحمص مع الترمس، يعني بسوي كل حاجه لوحدها وبعد كده احطه ميكس كده على بعضه. هنا بقى حطيت حوالي معلقتين كبار من الملح. نقلب كده كله مع بعضه، ونجيب بقى علبه كده او طبق او ايا كان احنا هنعمل فيها الخلطه بتاعتنا. التحبيشه: معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة مليانة من الملح. كده معايا خلطة قمر. طبعا الليمون بقى براحتنا خالص في الاخر خالص. هحط بس كده حوالي كبشتين مية من مية الترمس واقلبهم كده بالتحبيشة بتاعتنا، وبعد كده ازود بقى الحمص والترمس بتاعنا ونعبي العلبة بتاعتنا. شوية خلطة كده اللهم بارك قمر. عايزة تشيل الشطة منها مفيش مشكلة، لو انت عايزة يعني تشيل الشطة من قلب الترمس. ده بقى ميكس مع بعض، وترمس مع حمص مستوي معايا سوا كهرمان. هدي النار خالص سهرية ساعة واحدة على الحمص، وربع ساعة سوري على الترمس، وربع ساعة على الحمص. طبعا بدون ملح نهائي. انا لسه حاطه الملح دلوقتي معاكم في قلب الميه دي. ما ينفعش اعمل الكميه بتاعه الترمس كلها بنفس الخلطه دي طالما هتحفظيها عندك في التلاجة وكتير. انا بعمل بس شويه بشويه على قد الضيوف، تخلص اكون عامله غيرها. نديها بقى كده رشه من الكمون على الوش، ورشه كمان كده من البابريكا، ونحصر بقى ليمون على حسب ما انت عايزه. انا عصرت في العلبه دي 3 ليمونات. اللهم بارك، كان طعمها زي العسل. المية اصلا تتشرب كده شرب، طعمها سكر كأن مية حمص الشام. كده جاهز معايا بقى احلى شوية ترمس على السريع كده، حاجة كده اللهم بارك زي العسل. وباقي الترمس بقى كده بالمية بالملح بحفظه في قلب التلاجة واغطيه، وعشان يعيش معاكي يعني فترة طويلة ما يعملش ريم ولا اي ريحة كريهة للمية. يعني اي حمص سوري ترمس تجيبيه ما ينفعش تحطي ايدك كبشه صغيره زي كده وتجيبي بيها الترمس بتاعك، علشان الميه تبقى رايقه ونظيفه وما يكونش ليه اي ريم ولا ريحه خالص. كبشه صغيره بخليها مخصصه للترمس. ولو الترمس هيطول معانا وعاملين ما شاء الله كميه، يبقى كل 3 ايام ادلق الميه واغيرها واحط ملح نضيف وميه نضيفه. وزي ما قلت لكم الترمس ما ينفعش نحط ايدينا كده ونجيب بيه، كبشه صغيره او معلقه. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.